كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. فليس اتباعنا للسلف مقتصرا على أبواب الاعتقاد وأبواب التوحيد، بل هو أعم من ذلك، فهو منهج سار عليه السلف رضوان الله عليهم. وهذا المنهج يشمل أبواب الاعتقاد، أبواب التوحيد، أبواب العبادات، أبواب الآداب، أبواب الزهد، وغير ذلك من أبواب الدين. فاقتفاء أثرهم هذا في جميع أبواب الدين. قال متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لأهل الحق أن يتميزوا عن غيرهم ممن شاق سبيل الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم هو تمسكهم بالآثار السلفية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويلتزمون بذلك ويعملون به، فيوظفون السنن ويطبقونها عمليا ويترجمونها في أقوالهم وأعمالهم. فبهذا تميز أهل السنة والجماعة. والناظر في ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم يجد من اتباعهم للسنة وللآثار السلفية ما جعلهم مضرب مثل في ذلك، وحق لهم أن يكونوا أسوة لمن بعدهم. والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فبعد حرص طالب العلم على الإخلاص لله تعالى في طلبه للعلم وإرادة وجهه سبحانه، وبعد سعيه في إصلاح النية، فإن أعظم ما يجب على طالب العلم الحرص عليه بعد ذلك ومع ذلك هو اتباع الكتاب والسنة، مقتفيا في ذلك آثار السلف الصالح في فهمهم للدين وعدم الخروج عن هديهم والتزامه ولزومه والعمل به. فإن هذا أعظم ما يميز طالب العلم حقا، وأعظم ما يتميز به أهل الحق عن أهل الجهل وعن أهل الهوى. أعظم ما يتميزون به هو لزوم فهم الكتاب والسنة على ضوء الآثار السلفية وما كان عليه أهل الهدى، والعمل بذلك كما قال المؤلف رحمه الله بتوظيف السنن